السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة رابعة في تاني دروسنا الترم الجديد اللي هو بيتكلم عن الخريطة في حياتي. وطبعا زي ما احنا عرفنا ان في الدرس الأول ازاي نحدد الاتجاهات، وعرفنا كمان ان زمان كانوا بيحددوا الاتجاهات عن طريق الشمس أو النجم القطبي، وبعد كده تطورت الدنيا وكانوا بيحددوا الاتجاهات عن طريق البوصلة والبوصلة الرقمية اللي هي موجودة طبعا في الموبايل. طيب تعالى بقى نفهم يعني ايه خريطة. الخريطة الخريطة يا ولاد هي عبارة عن رسم مصغر. انا لو طلبت منك قلت لك خد ورقة وارسم خريطة من بيتك لحد مدرستك، هتبدأ تخطط ترسم. فالخريطة هي رسم، يعني ترسم، فرسم مصغر. طب الرسم ده يا مستر بيوضح لي ايه؟ بيوضح لي جزء من سطح الارض او سطح الارض كله. يعني ممكن جزء زي مثلا لما قلت لك ارسم من بيتك لحد المدرسة، يبقى ده جزء. لكن لو قلت لك ارسمني الارض كلها، الكرة الارضية، يبقى ده سطح الارض. يبقى الخريطة هي رسم مصغر بيوضح سطح الارض او جزء منها. طيب بستخدم ايه عشان اقدر ارسم الخريطة؟ باستخدام الرموز. الرموز دي ممكن تبقى مثلا شرطة، نقطة، او الالوان. الالوان بتميز، مثلا اللون الازرق بيوضح لك ان ده بحر، اللون الاصفر يعني دي صحراء، اللون الاخضر يعني اراضي زراعية او اراضي ساحلية. يبقى هنا بستخدم في الخريطة الرموز او الالوان ومقياس رسم محدد، يعني اقدر اقول مساحة الخريطة قد ايه بالنسبة للطبيعة. يبقى تعريف الخريطة تاني هي رسم مصغر بيوضح سطح الارض او جزءا منه بستخدم ايه؟ برافو، الرموز والالوان ومقياس رسم محدد. يبقى ده يا ولاد تعريف الخريطة. طيب هي الخريطة دي علشان نقدر ندرسها هل ليها مكونات او ليها اجزاء؟ ايوه طبعا. يعني قالك ان الخريطة ليها عناصر. طيب ايه هي عناصر الخريطة؟ اول عنصر في الخريطة اللي هو بنقول عليه عنوان الخريطة. انت دلوقتي لما تروح لحد هينفع لأول مرة، هل ينفع تروح له من غير ما تعرف العنوان بتاعه؟ لا، حطوه. فالخريطة بيبقى لها عنوان، الاسم بتاعها يعني موجود فين؟ بيبقى موجود تحت او موجود فوق. يقول لك خريطة جمهورية مصر العربية. ايه اللي عرفك ان دي خريطة مصر؟ العنوان. يبقى العنوان ده بيساعدنا في ايه؟ بيوضح موضوع الخريطة، يعني الخريطة بتتكلم عن ايه. طيب يبقى اول عنصر اللي هو عنوان الخريطة. طيب ايه كمان موجود في عناصر الخريطة؟ مفتاح الخريطة. ايه ده مفتاح زي اللي احنا بنستخدمه؟ لا، هو يقصد بيه ان ده بيسهل عليك اللي انت تقدر تقرا الخريطة. طيب مفتاح الخريطة ده بيبقى فيه ايه؟ قالك بيبقى عبارة عن مربع صغير موجود تحت كده على احد جوانب الخريطة، بيبقى فيه مجموعة من الالوان او الرموز اللي انت بتستخدمها على الخريطة. يعني على سبيل المثال مثلا يقول لك شايف النقطة اللي قدامك دي؟ يقول لك دي مدينة. ايه اللي عرفك ان دي مدينة على الخريطة؟ النقطة دي اهو، ده مفتاح الخريطة. يقول لك شايف مثلا اللون الازرق ده معناه ايه؟ يقول لك معناها بحيرة. اللون الاصفر دي معناه ايه؟ اراضي صحراوية. اللون الاخضر ده مثلا معناه ايه؟ اراضي زراعية. فده هو مفتاح الخريطة، يعني بيشرح معنى الألوان والرموز اللي احنا بنستخدمها على الخريطة. طيب في حاجة برضو عنها مقياس الرسم. مقياس الرسم يعني ايه؟ مقياس الرسم هقول لك حاجة بسيطة. بيبقى عندك كده مثلا انت رسمت رسمة، تمام، بتستخدم المسطرة صح عشان تقيس المسافة. يقول لك مثلا ارسم لي 10 متر بالمسطرة، 5 متر، فانت بتجيب المسطرة وتبدأ ايه؟ بترسم. طيب هترسم هنا بايه؟ بالسنتي صح كده؟ يبقى هتجيب المسطرة هقول لك مثلا ارسمني من 1 ل10 سنتي، حدد لي المساحة دي. يبقى انت هنا بتحدد المساحة باستخدام الايه؟
الرسم، اللي هو بنقول المسطرة بنقول عليها ايه بقى؟ مقياس الرسم. طيب سؤال، هو مقياس الرسم ده هيفيدنا بايه على الخريطة؟ بيقول لك المسافة اللي موجودة على الخريطة بيقابلها على قد ايه على الطبيعة. يعني مثلا على سبيل المثال قلت لك عاوزين نقيس المسافة بين القاهرة وسوهاج. القاهرة وسوهاج مثلا، قال لك لو احنا جينا رسمنا او حسبنا المسافة بين القاهرة وسوهاج على الخريطة هنلاقيها مثلا على سبيل المثال 5 سنتي. ده على الخريطة بالمسطرة 5 سنتي. الله، طب والطبيعة؟ قال لك يا سيدي كل 1 سنتي بيساوي 100 كيلو متر في الطبيعة. يعني كل 1 سنتي بيساوي كام؟ 100 كيلو متر في الطبيعة. يعني معناها ايه؟ احنا قلنا بين القاهرة وسوهاج على الخريطة 5 سنتي بالمسطرة، يعني في الطبيعة كام؟ ايه ده يا مستر؟ ده صعب ولا صعب ولا حاجة. احنا قلنا كل 1 سنتي بيساوي كام؟ برافو عليكم، بيساوي 100 كيلو في الطبيعة. يعني هنضرب الخمسة اللي هم على الخريطة في المية هيدينا كام؟ 500. يبقى احنا كده قدرنا نقيس المسافة اللي موجودة بين القاهرة وسوهاج، اللي موجودة على الخريطة واللي موجودة في الطبيعة. يبقى ده يا ولاد بنسميه ايه؟ بنسميه مقياس الرسم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن عنوان الخريطة وقلنا بتوضح موضوع الخريطة، اتكلمنا عن مفتاح الخريطة وقلنا بيشرح معنى الألوان والرموز المستخدمة في الخريطة، اتكلمنا عن مقياس الرسم وقلنا ده زي المسطرة اللي بتحدد النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. ونخلي بالنا جدا عشان ممكن لنا في الامتحان تعريفه يقول لك يعني ايه مقياس الرسم؟ هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. في برضو عندنا من عناصر الخريطة يا ولاد وردة البوصلة. ايه ده يا مستر؟ وردة؟ يعني وردة هو شبه الورد. طيب هو وردة البوصلة دي بتستخدم في ايه؟ هي دي يا ولاد اللي بتحدد لنا الاتجاهات على الخريطة. الله، هو انت دلوقتي لو عايز تعرف انت رايح قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال، مين اللي هيوضح لك؟ اهي الوردة دي بيسموها بتحدد ايه؟ بيسموها ايه؟ وردة البوصلة. بتستخدم في ايه؟ في تحديد الاماكن والاتجاهات على الخريطة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كام عنصر الخريطة؟ سمع واحد بيتكلم، برافو، 4، اللي هو عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، مقياس الرسم، واخر حاجة اللي هي ايه؟ وردة البوصلة. في برضو ملحوظة نخلي بالنا منها، اللي هو ايه؟ لو انت بصيت على الخريطة وتلاقي كده في المفتاح تحت اللون البني، ده معناه ايه يا ولاد؟ اللون البني على الخريطة بيوضح المرتفعات. يعني ايه مرتفعات؟ الحاجة العالية. الحاجة العالية دي اللي هي زي ايه يعني؟ زي الجبال، زي الهضاب. يبقى اي حاجة مرتفعة بيبقى لونها على الخريطة، سمعك، برافو، اللون البني. يبقى البنيات مرتفعات، البنيات مرتفعات، برافو. طيب واللون الاخضر يا مستر لو احنا شفناه على الخريطه ده معناه ايه؟ دي اراضي سهول. يعني ايه سهول؟ اراضي منخفضه زي الاراضي الزراعيه. تمام، يبقى اللون الاخضر يعني سهول منخفضه زي الايه؟ زي الاراضي الزراعيه. تمام. اما اللون الازرق، طب احنا لما نيجي نرسم البحر بنعمله ايه؟ باللون الازرق. يبقى هو بيوضح المسطحات المائيه زي البحار، زي البحيرات، زي الانهار. يبقى هو هنا بيوضح لك عن طريق مفتاح الخريطه بين طريق ايه؟ الالوان. اللون سهل جدا، يبقى البني مرتفعات، طب والاخضر سهول، طب والازرق مسطحات مائيه. طيب نيجي بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا، وده ممكن يجي لنا سؤال في الامتحان، اذكر السبب او بما تفسر. ايه يا مستر ده؟ يعني ايه بما تفسر؟ يعني اديني اسباب، هات لي سبب يا عم، وضح لي، اشرح لي. ما تخافش من السؤال، خليك واضح وصريح. يعني لو قلت لك هي الخريطة دي مهمة في ايه؟ هقول لك هي انت دلوقتي من شوية مش قلت لك ان الخريطة دي بتساعدنا عشان نعرف الاماكن؟ تمام، يبقى اهمية الخريطة ايه؟ ان احنا بنعرف منها الاماكن. طيب في سؤال، هو احنا ايه
مين هم الأشخاص اللي ممكن يستخدموا الخريطة؟ تعال بقى نوضح بأمثلة. أول شخص ممكن يستخدم الخريطة السايح زيع، لما يكون رايح في مكان غير بلده، أكيد مش عارف أماكن، فبإما طبعا في الزمن الحديث بتاعنا بيطلع GPS أو خريطة جوجل ويكتب المكان اللي هو عاوز يروحه، هيوجهه للمكان اللي عاوزه، يبقى هو استخدم خريطة اهو. يبقى السايح بيوصل للأماكن سواء السياحية أو الأثرية عن طريق الخريطة. طيب السايح بس؟ لا، عندك الراجل المزارع، الراجل الفلاح. ما هو الراجل المزارع ده لما بيكون بيزرع مش ليه أرض ولا الأرض كلها دي بتاعته، لا، بيبقى في جزء من الأرض بتاعته وجزء بتاعت الأرض الناس التانية، فبيبقى في خريطة عاملها عشان يحدد الأماكن الخاصة بالأرض بتاعته، عشان يحدد موقع الأرض الزراعية بتاعته، يبقى المزارع كمان بيستخدمها. طيب مين كمان بيستخدم الخريطة؟ الجندي، المحارب. الله، ليه؟ عشان يحدد المواقع العسكرية. أنا أروح مثلا هعمل تدريبات هنا، هضرب العدو هنا، طب هيعرفها ازاي؟ عن طريق الخريطة. طيب مين كمان؟ الطيار والقبطان بتاع السفينة، طيار الطائرة، قائد الطائرة، وقبطان السفينة، برضه بيحددوا المسار بتاعهم بتاع الرحلة. يعني الطيار ده مش ماشي بمزاجه، قدامه خريطة بيمشي عليها، وكذلك قبطان السفينة قدامه خريطة، طبعا دلوقتي حديثة عكس زمان، دلوقتي بقت حديثة، يقدر يمشي من خلالها. طيب مين كمان؟ المعلم. المعلم طبعا المعلم في المدرسة لما يكون واقف في الفصل على البورد، يروح جايب خريطة او بيرسم خريطة، تمام، عشان يشرح للتلاميذ اهم العناصر الموجودة عليها. طيب مين كمان؟ حضرتك، حضرتك اللي هو مين؟ اللي هو الطالب. الطالب كمان بيستخدمها. ما انت بتستخدمها في ايه؟ في المذاكرة. ما انت دلوقتي سمعتها من مدرس، بتروح تذاكرها في ايه؟ في الكتاب. يبقى كمان التلميذ بيستخدم الخريطة في المذاكرة. وكمان برضو يا ولاد المهندس، ما هو المهندس ده عشان يجي يبني سواء مباني او طرق لازم يستخدم خريطة عشان يحدد المكان اللي هو عاوز يبني فيه الايه؟ المبنى بتاعه او الطرق بتاعته اللي هو خطط ليها. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس التاني، وان شاء الله نتقابل في درس جديد. وما تنسوش هنزل لكم مذكرة الدرس التاني اللي هي PDF، بيبقى تحت في وصف الفيديو. نلتقي ان شاء الله يا سنة رابعة في درس جديد. معكم أسامة النوبي.